أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناتنا صنايع بيزنس. النهارده هنتكلم عن حاجة مهمة جدا لكل صاحب شركة أو مشروع جديد، وهي إزاي تحدد سعر المنتج اللي لسه طالع جديد. هنشرح لكم الطرق الصحيحة والمدروسة اللي تقدر تستخدموها علشان تسعروا منتجاتكم بشكل يجذب الزباين وفي نفس الوقت يحقق لكم ربح كويس. ومش بس كده، كمان هنتكلم عن الشركات اللي عندها أكتر من منتج في السوق في نفس الوقت، سواء بقى كانت المنتجات ديت ليها علاقة ببعض أو ملهاش، وازاي بقى تحدد سعر كل منتج بطريقه تساعد في بيع المنتجات التانيه، وايه هي الاستراتيجيات اللي ممكن تستخدمها. وكمان هندخل في موضوع مهم جدا وهو تغيير الاسعار. ليه الشركات بتغير اسعارها وازاي ممكن تعمل كده، وهل في توقيت معين لتغيير الاسعار؟ ده اللي هنكشفه مع بعض النهارده. يلا بينا نبدا الفيديو علشان نعرف كل التفاصيل ديت واكتر. استعدوا وجهزوا نفسكم علشان النصايح اللي جايه هتفيدكم جدا. تسعير المنتج الجديد لنيو برودكت برايسنج. في حالة إن الشركة لسه نازلة بمنتج جديد، ده معناه إن هي عندها سياستين للتسعير. أول حاجة كاشت السوق لسكيمن برايسنج، وده عن طريق إن الشركة بتنزل المنتج بسعر عالي وهي عارفة إن ممكن اللي يشتري المنتج بالسعر ده هم ناس قليلين، وغالبا بيكونوا الناس المغامرين الريسك تيكرز، ودول غالبا الناس اللي بتحب تجرب المنتجات والخدمات الجديدة، أو ممكن يكونوا الناس اللي عندهم ولاء لاسم أو علامة معينة، زي الناس المشهورة بولائها لمنتجات أبل وهارلي. الشركة بيكون عندها أمل بطريقة التسعير ديت إن هي تجمع المصاريف اللي صرفتها على تطوير المنتج، وبعد ما المرحلة ديت واللي بيكون فيها السعر عالي تخلص، تبدأ الشركة تشتغل بسياسة تسعيرية مختلفة بتقليل سعر المنتج أو عمل نسخة أقل جودة منه بأسعار أقل لشرائح تانية في السوق. ومن أمثلة الشركات اللي بتشتغل بسياسة كشط السوق هي شركات التكنولوجيا زي أبل، واللي هتلاحظ في سياستها للتسعير إن منتجاتها بتنزل بسعر عالي في الأول بيشتريها اللي عندها القدرة المالية والرغبة إن هم يجربوا الجديد، خصوصا لو عندهم ولاء للشركات ديت ومنتجاتها. وبعد فترة بتبدأ التكنولوجيا اللي عملوا بيها المنتج تتعرف والمنافسين يكتروا، وبالتالي بتبدأ الشركات ديت بعد ما أخذت الأرباح المطلوبة إن هي تقلل نسبيا في سعر منتجاتها أو تسحب المنتجات ديت خالص من السوق وتبدأ في إنتاج منتجات جديدة وتمشي في نفس السلسلة ديت مع نفس الاستراتيجية التسعيرية. تاني سياسة اختراق السوق بنتريشن برايسنج، ودي سياسة مختلفة أو مضادة لسياسة كشط السوق، وفيها بتبدأ الشركة تنزل أسعارها لحد معين علشان تكبر النصيب السوقي الماركت شير واللي تقدر تكسبه في السوق، وهدفها من ده إن هي تبيع أكتر بأسعار أقل وبكده تعوض خسارتها من تقليل سعر المنتج. فالشركات ديت بتحاول تبعد عن مغامرة الاعتماد على نسبة المغامرين في السوق واللي عندهم ولاء عالي للمنتج، وبتقلل سعرها علشان تضمن إن هو يناسب كل الفئات. والسياسة ديت أحيانا بتسيء لصورة المنتج الجديد وبتربطه بالجودة القليلة زي المنتجات الصينية مثلا، واللي بتغزو السوق المصري. بتحاول تبيع بأقل سعر ممكن مع كميات كبيرة، وبكده بتعمل هامش الربح اللي كانت هتاخده لو سعر المنتج غالي. لكن تركيزها على السياسة ديت بيخلي ناس كتير تربطها بالجودة القليلة. دلوقتي هنتكلم عن تسعير منتجات الشركة. أغلب الشركات الكبيرة بتقدم أكتر من منتج في نفس الوقت، وممكن تبقى المنتجات ديت متشابهة وبتخدم سوق واحد، وساعتها بنسميه خط المنتجات لبرودكت لاين. وأحيانا بتكون المنتجات ديت ملهاش علاقة ببعض وبنسميها بمزيج المنتجات لبرودكت ميكس. عموما الشركة اللي بتنتج كذا منتج بيبقى عندها كذا طريقة للتسعير، وأول طريقة تسعير خط المنتجات لبرودكت لاين برايسنج. كتير من الشركات بتنتج منتجات متشابهة على خط إنتاجها، وطريقة التسعير المناسبة في الحالة ديت إن الشركات بتبدأ تزود السعر على حسب درجة تغير جودة المنتج. فمثلا هتدخل محل ملابس هتلاقي بدلة ب 500 جنيه، بعدها بدلة ب 700، وبعدها ب 900، وهكذا. وفي الحالة ديت على الشركة إن هي تدي السبب لتغير الأسعار ديت وتربطها باختلاف الجودة. تاني طريقة للتسعير تسعير المنتجات الاختيارية Optional Product Pricing، وفيها بتقدم الشركة المنتج مرة بسعر، ولما بتزود عليه بعض الكماليات أو التحسينات بترفع سعره. وهي نفس فكرة العربية اللي من غير أي كماليات واللي بتبقى بسعر معين، ومع تزويد العربية بالكماليات بيزيد سعرها. والشركة كده بتقدر تكسب كذا شريحة في السوق، سواء الشريحة اللي محتاجة فارق السعر ده وتقدر تستغنى عن الكماليات اللي في العربية، والشريحة التانية واللي مش فارق معاها فارق السعر ده وتقدر تدفع للكماليات والإضافات الزيادة. تالت طريقة للتسعير تسعير المنتجات التكميلية الكابتيف برودكت برايسنج، ودي فكرة المنتج اللي بيبقى قايم على عنصر أو أكتر تكميلي ليه، وهو كنز لأي شركة بتشتغل بالطريقة دي. وده ممكن يكون زي جيلت كماكينة حلاقة ريزورز اللي ليها تسعير، وشفرات الحلاقة الريزور بليد واللي ليها تسعير تاني منفصل، أو طابعات الاتش بي واللي برضه ليها تسعير، وملء الحبر الخاص بيها
كارتج واللي ليها سعر تاني، أو عربيات تويوتا الاقتصادية واللي بتكسب من أسعار قطع غيارها العالية. وهتلاحظ في كل الأمثلة ديت إن الشركات ديت ممكن تضحي بسعر المنتج الأساسي وإن ما يكونش عالي قوي، في مقابل إن مكسبها مستمر من المنتجات المكملة واللي الشركات نفسها هي اللي مسؤولة عن إنتاجها وبيعها. رابع طريقة للتسعير، تسعير المنتجات الجانبية باي برودكت برايسنج. والتسعير ده بيكون في حالة إن الشركة عندها منتج أو شبه منتج بيفيض من عملية الإنتاج، زي مثلا الشركات اللي بتشتغل في منتجات الأخشاب وبيفيض عندها فوائد منتجات جانبية زي اللحاء ونشارة الخشب، والمنتجات ديت بدل ما الشركة ترميها بتسعرها تسعير مناسب، غالبا بيكون أقل كتير من سعر المنتج الرئيسي، وبتبيعهم للي بيحتاجوا المنتجات الجانبية دي. خامس طريقة للتسعير وآخر طريقة، تسعير تشكيلة المنتجات لبرودكت بوندل برايسنج. ودي في حالة الشركات اللي بيكون عندها تشكيلة من منتجات بيشتريها الناس مع بعض. ومن أشهر الحالات في التسعير ده التسعير اللي بتعمله المطاعم الشهيرة زي ماكدونالدز وكينج برجر، واللي بيقدموا تشكيلات متنوعة من منتجاتهم بأسعار مختلفة زي وجبات الكومبو الشهيرة. دلوقتي هنتكلم عن آخر حاجة في الفيديو، تغيير الأسعار. أحيانا الشركة بتحتاج إن هي تغير أسعارها من وقت لوقت ومن مكان لمكان، وما ينفعش شركة تغير السعر في فترة كده بدون هدف أو سبب للتغيير. ومن أشهر أسباب وأشكال تظبيط الأسعار أول حاجة الأسعار الدعائية والخصومات، ودي بتعملها الشركات في فترات معينة بأهداف مختلفة. منها مثلا إن شركات الملابس والأحذية بتصفي آخر الموسم علشان ما تتكلفش كتير في التخزين لموسم كامل، خصوصا إن الموضة والأذواق بتتغير من موسم لموسم، أو إن الشركة عاوزة تلفت نظر المشترين ليها فبتعمل العروض ديت لزيادة شراء واستخدام منتجاتها وخدماتها لحد ما الناس تتعود عليهم ويبدأوا يشتروها منهم بالسعر العادي بعد كده. الطريقة ديت أحسن بكتير من طريقة السعر القليل اللي بيربط المنتج بجودة قليلة. وبنظام التسعير ده الشركة تقدر تحافظ على صورتها مع إنها بتحقق مبيعات عالية في أوقات معينة، مع الوضع في الاعتبار الناس عموما بتحب تشتري الحاجة الكويسة اللي عليها عرض مش الحاجة الرخيصة. تاني سبب لتغير الأسعار التسعير حسب الشريحة السوقية، وده بيحصل في حالة إن المنتج بينزل لشرايح وأماكن في السوق مختلفة عن بعض، والاختلاف ده طبعا بيعمل فرق في السعر. ممكن مثلا سعر التذكرة للمتحف المصري يختلف للطالب عن الشخص العادي عن الشخص الأجنبي، أو ممكن تلاقي نفس منتج الملابس بيتباع في مكان راقي بسعر ونفس المنتج في مكان متوسط بسعر تاني. واللي بيعمل كده مش شركات صغيرة بس، لكن ممكن تلاقي شركة كبيرة بتنتج منتجات غذائية أو مسيحية تنظيف بيختلف سعر منتجها في القاهرة عن لما تشتريه من مكان في الصعيد أو القرى مثلا. تالت سبب التسعير النفسي، من أشهر أنواع التسعير، وفي الشركة بتحط سعرها علشان توحي نفسيا بانطباع معين عن جودة وقيمة المنتج عند المشتري. فمثلا الأسعار الشهيرة 9.99 أو 99 بتوحي بإن السعر لسه في شريحة سعرية معينة، وعلى الرغم من إنك ممكن تقول إن المشتري ما بيتخدعش بالأرقام ديت أو إن الموضوع مش بيفرق، لكن الحقيقة بتقول إن نفسيا بيتأثر المشتري بطريقة التسعير النفسية دي. أو من أمثلة النوع ده من التسعير إن الشركة ممكن تحط منتجها بالقرب من شريحة سعرية عالية، بدل ما الجزمة اللي ثمنها 90 مثلا تتحط في شريحة سعرية من 60 ل 100 هتحطها في شريحة السعر من 90 ل 140 علشان توحي إن الجزمة ديت في حيز جودة معينة. رابع سبب لتغير التسعير التسعير المتغير، وده تسعير المنتج حسب الظروف وبيتغير على حسب نتيجة التفاوض ما بين الشركة أو البايع والمشتري، الفصال بالبلدي. والتسعير ده على الرغم إنه مساوئه زي إنه مش بيعكس شخصية الشركة ولا جودة منتجاتها، إلا إن كتير من الشركات في مجالات مختلفة بتلجأ ليه بسبب طبيعة مجالها. زي مثلا شركة تصميم وبرمجة المواقع الإلكترونية هتصمم ويب سايت لشركة، هتيجي شركة عميلة تطلب اللي عاوزاه في الويب سايت وهتعرض عليها شركة البرمجة سعر معين ممكن يكون بعيد عن السعر المتوقع من العميل، فيبدأ الطرفين في التفاوض. وزي ما باين من مثال إن التسعير المتغير ده بيتناسب أكتر مع مجال الخدمات. آخر طريقة للتسعير التسعير الدولي، وده بيبقى في حالة الشركة اللي بتصدر منتجاتها أو بتقدم خدماتها لأكتر من بلد، وفي الحالة ديت بيختلف التسعير حسب البلد وظروفها. والتسعير ده عموما نوع من التسعير حسب الشريحة السوقية. لحد هنا نكون انتهينا من الفيديو ده. الفيديو اللي جاي هنتكلم فيه مع بعض عن التوزيع واللي هو من عناصر المزيج التسويقي. ولحد ما نشوفك الفيديو اللي جاي ما تنساش تعمل لايك الفيديو، ده بيشجعنا نكمل، واشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك اشعار اول ما ننزل فيديو جديد. السلام عليكم.